النهارده يا برشلونه انا زعلان من فليك يا محمد، لانه ما لعبش لامين يامال. ما شفناش لامين يامال. برشلونه بيلعب 10 الجنب اليمين ده ناحيه لامين وكوندي شوارع بيستغلها كاريراس كويس وبيستغلها فينيسيوس كويس، عشان كده شفنا شوط كويس وفي توازن من ريال مدريد وبعدين بيلعبوا بروح وبشراسه. اتكلم في الملعب مش بره الملعب. كان هدف لأليكسيس محمد، ذكر انه لاعب دربه أرسن فينجر. نعود الان لما حدث في الشوط الاول. برشلونه عاد في توقيت مناسب هدف تعادل لفيرمين، لكن الاخطاء الدفاعيه مثل ما ذكر سيد أرسن كانت فارقه في الشوط الاول. هو شوط النجوم، عاوز تكسب مباراه زي دي كلاسيكو نجومك يبقوا في حالتهم، بيلينجهام كيليان فينيسيوس، خلص كلام. ودي نقاط ضعف البرشلونه. وسط الملعب بيلينجهام هو رابع في نص الملعب، الثلاثه مهتمين بتوع برشلونه دايما بالثلاثه الكامافينجا وتشواميني واردا، وده حر بيخلص من الضغط كويس، وطبعا انطلاقات وتحركات كيليان عاوز بس التمرير، فهو فرغ نفسه من الضغط. حلو الاسيست، تمريره ممتازه والتمريره حلوه قوي، توقيت مثالي. وبره الهوا مستر أرسن فينجر قال ان كيليان بص 3 مرات لتشيزني عشان ياخد القرار الصح، يشوف هيقف ولا هيقعد ولا هيعمل ايه. فدي التحركات اللي دايما في العمق بيسرق المدافعين كويس قوي. هو حته بس التمريره في التوقيت بتاع التمريره، وهو ما شاء الله عليه دايما في الانهاء وفي عمليه التمركز. فنجومك في حالتهم الطبيعيه هتعمل فرق. النهارده يا برشلونه انا زعلان من فليك يا محمد، لانه ما لعبش لامين يامال. ما شفناش لامين يامال. برشلونه بيلعب 10 الجنب اليمين ده ناحيه لامين وكوندي شوارع بيستغلها كاريراس كويس وبيستغلها فينيسيوس كويس، عشان كده شفنا شوط كويس وفي توازن من ريال مدريد وبعدين بيلعبوا بروح وبشراسه. اتكلم في الملعب مش بره الملعب. الى جمال جبلي مره اخرى. عفوا على المقاطعه، لكن الهدف هو مثال ممتاز فعلا عندما تقول لمدافعيك مثلا انه لا يوجد ضغط على عمل الكره، لا تلعب التسلل. وهنا لم يكن هناك اي ضغط على بيلينغهام وهم يلعبون التسلل. اذا ما كنت متاخر قليلا خلف مبابي انتهى الامر، لن تلحق به. نعود الان الى جمال جبلي في برنابيو. جمال تفضل كان. اهلا بكم مرة اخرى. ابدا معك سيد أرسن فينجر، افضلية واضحة للريال الذي خرج بما اراد في الشوط الاول من هذه المباراة. فعلا نحن نستطيع أن نرى بأن هذه المباراة كانت كما توقعنا على الصعيد الفني. يظن بأنها كانت من مستوى عال جدا. الفارق بين الفريقين ربما كان أن الجانب الدفاعي بالنسبة لفريق برشلونة أضعف بكثير من الجانب الدفاعي لريال مدريد، وكذلك إمبابي كان مركزا تماما على الركض خلف دفاع برشلونة في ظهر المدافعين تحديدا، وصنع ذلك الفارق بكل وضوح. تمريرة ممتازة جدا من بيلينغهام هنا، بصفة عامة أفضلية لريال مدريد مستحقة. كابتن ياسر، كثير من النجوم في ريال مدريد بيلينغهام كان من هؤلاء النجوم، صنع وسجل. صحيح، يعني كثير من النجوم، يعني أميزهم كان بيلينغهام صراحة وفينيسيوس كذلك في الشوط الأول، ولكن المجموعة ككل يعني اليوم شاهدنا ريال مدريد يتحرك خطوط متماسكة. الضغط اللي كان في وسط الملعب على قوة برشلونة، صناعة اللعب وبناء اللعب من خلال بيدري وديونج، أخفى تقريبا الشوط الأول مدريد بضغط المهاجمين العالي، وكذلك مساندة من لاعبي الوسط. شاهدنا كيف برشلونة يرسل الكرات طويلا على غير المعتاد نتيجة هذا الضغط. امبابي وإصراره على التسجيل. أردا كذلك فاجأنا اليوم في تواجده والتغطية، أنه ألونسو متى ما خسر مدريد الكرة تجد من يغطي الجهة اليمنى ليس بأردا، هو كامافينجا، ويعود أردا إلى العمق لتغطية الفراغ الذي يتركه كامافينجا في وسط الملعب.